وصح حاب يدير انقلاب ويدي السلطه ويدي، ولكن واضح. انا ما مشيتش مع ايت احمد الله يرحمه، ولكن على الاقل ايت احمد كان واضح، رفد الكلاش باش يوصل للحكم، لكن في وقت الصح الكلاش تاعو دوروا المروك. الان هذا الخونه هشام عبود وانور مالك وثعبان الاقرع وغيرهم من هذا الهيشر هذو، الكلاش تاعهم ما عندهمش كلاش، عندهم قلم وعندهم لسان حقيقا، لكن لسانهم مع المروك ضد بلادهم. يعني وكان جا عندهم الكلاش كما ايت احمد يحرقوا الدنيا، وكان جا عندهم الكلاش كما كان عند ايت احمد في 63 والدوله ما زالت ضعيفه حتى راهم حرقوا الدنيا. هذا عندهم يوتيوب وفيسبوك وهبلونا سيدي، هبلونا شنو هبلونا بالرخص الطحين تاعهم والخيانه، ماشيين مع المروك ضد بلادهم وماشيين مع فرنسا ضد بلادهم. فهمتوا علاش بن زديره يقف مع الاستئصاليين ضد هؤلاء البنديسيين الاغبياء جماعه المتطرفين تاع 92؟ هذا هو الجواب. واذا حبيتوا اسئله اخرى اطرحوا لي اسئله ونجاوبكم بكل حريه ونرجع لكم التاريخ تاع 1914، ما عنديش مشكل. اوكي، خلاص القول انه كمال الكنيش استعمل الاسلاميين الاغبياء، وسيني بو عزه استعمل الاسلاميين الاغبياء، والطحان تاع فريد بن شيخ استعمل الاسلاميين الاغبياء. نعطيكم الان واحد النقطه مهمه ونختم لكم بها، لانه راني معلومه مؤكده الان نعطيها لكم، وهذه الحمد لله انه رئيس الجمهوريه تفطن لها وفاق لها، لانه من بين النقاط الاساسيه اللي رئيس الجمهوريه انه البعض يقول، انا قلت لكم يعني مش قضيه هذاك الطفل يشدوه في الروضه تاع طياره وفلونكات هي اللي نحات فريد بن الشيخ، لا، هذيك القطره اللي افاضت الكاس. كاين تراكمات الرئيس ما كانش على باله بها، من بين الملفات الخطيره اللي الرئيس عرفها، الرئيس تبون عرفها، وهي انه اذا تذكروا جماعه علي بن حجر، جماعه الفيس اللي داروا رساله وانتشرت وكذا وكذا وكذا، الجماعه هذو اللي طلب منهم يديروا رساله واللي حرضهم يديروا رساله واللي اوعز اليهم يديروا رساله هو فريد بن الشيخ. نعم، تحريات اثبتت ان فريد بن الشيخ هو الذي يقف وراء هذا البلبله والرساله، ومن بعد يروح للرئيس يقول له سيد الرئيس جماعه المخابرات راهم حركوا جماعه الفيس وكذا وكذا وراهم يحوسوا ينوضوا لك الحاله والانقلاب، اعطيني انا نخدم الملف. الرئيس يقول له اوكي تكفل. تسالوا تتذكروا وانا لما سالتكم واحد السؤال انا كانت هذه الاجابه، لكن انا ما حبيتش نخلط، قلت خلي العداله تخدم خدمتها. سالوا لما سالتكم سؤال قلت لكم يا ناس ملف علي بن حجر والزاوي ومن معه ملف سياسي، وملف يدخل في الجوسسه ويدخل في محاوله قلب النظام ويدخل في محاوله زعزعه اركان الدوله، هذا هو. اوكي، هذا من اختصاص من قانونيا، من اختصاص الامن السياسي، من اختصاص مكافحه الجوسسه، من اختصاص الامن العسكري، لانه امن الدوله تخابر وامن الدوله ومحاوله زعزعه النظام، ويعني شيء يعاكس او يتعارض هو قانون المصالحه 2006 أو يعني امور من هذا النوع، من اختصاص الامن السياسي العسكري ومكافحه الجوسسه. وعلاش الجماعه داهم السحاوله؟ وعلاش يحقوا معاهم جماعه كاس في السحاوله؟ وعلاش؟